السلام عليكم. اليوم بغيت نقدم لكم حريشات صحيين كيجيو لذاذ بزاف وصالحين الناس اللي مرضى السكري، وصالحين حتى الناس اللي متبعين حميه غذائيه بطبيعه الحال تخادو بالقياس. هاد الحريشات درتهم اللي طلب واحد الاخت، بغاتهم يعني يكونوا صالحين الناس ديال مرضى السكري. فهاد الوصفه راها سهله وصحيه. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نحتاجو، هنا خديت انا الكينوا، حبوب الكينوا. هنايا عندي، هنا راك مخلطه مع واحد شويه ديال الإيلان، يعني كنت طحنتهم بجوج وغربلتهم. كنخلي الطحين كنستعملوه للخبز، وكناخذ هاد السميد كنستعملوه للكسكسو والحريشات. هنا راه زدت هنايا إيلان، كانت عندي الكينوا شويه غير شويه. من الافضل الا كانت عندكم الكينوا هي اللي استعملوها كميه اكثر. هنا غنزيد ليهم، لانهم هاد الحبوب ما غاديش يتشكلوا ليا بهم حريشات، ضروري خص شي حاجه اللي تجمعهم. هنا استعملت الشوفان مطحون، استعملت 2 معالق كبار. الكميه راه غتبقى على حسب الرغبه شحال بغيتو. تقدروا تنقصوا من الكميه ديال الشوفان. هنايا غادي نحركوا هاد المكونات مع بعضياتها. بطبيعه الحال يمكن لكم تستعملوا حبوب اخرين. كاينين بزاف ديال الحبوب اللي كيصلحوا يعني للريجيم او مرضى السكري. كاين بحال السورغو، كاين بحال الحنطه السوداء، كاين بحال حبوب الكتان، حتى هما يمكن لينا نديروهم نطحنوهم غير شويه، ولكن غير نتناولوهم في اجل ديال يومين. يعني كاين بزاف ديال الوصفات اللي نقدروا نستعملوهم للحرشه. هنا غادي نزيد حتى هو واحد شويه ديال الشوفان اللي يكون حبه كامله متكامله. غنخلط هاد المكونات هذه مع بعضياتها. يمكن لكم بطبيعه الحال ديروا حتى الحريشات بالسميد ديال الارز الكامل اولا الارز الاصفر، غير هو الكميه ديال النشويات خصكم تنتبهوا ليها بالنسبه لنا مرضى السكري. واخا يكون يعني شي حاجه اللي هي بحال هكذا صحيه، يعني ما خصش تاخذوا كميه اللي هي تكون كبيره. فحتى هاد الحريش هادو غادي ناخذ منهم بطبيعه الحال القياس. غندير هنايا من بعد ما درت خليط ما بين الزبده وزيت الزيتون، يعني ذوبت الزبده ودزت عليها شويه ديال زيت الزيتون، واحد شي شويه، هنايا واحد تقريبا ربع كاس، واحد 50 غرام ديال الزبده ولا 40 غرام. صافي ذوبتهم خلطتهم حتى بست بهم هذيك الكميه اللي عندي ديال السميد. من بعد زدت واحد شويه ديال الملحه، وهنا غادي نجمعوه بواحد شويه ديال الماء دافي. صافي من بعد ما كنخلطوا هكا الحريشه ديالنا راه كيكون القوام بحال هكذا. بطبيعه الحال غادي يعاود يتشرب لينا، وغنعاودو نزيدو واحد الكميه ديال الماء. هنا غير بيد ما نحضروا المقيلات ديالنا نديروهم فوق البوطه، يعني كيسخنوا لينا. هنا كي شفتوا راه كيتشرب، لانه الشوفان كيتشرب بزاف ديال السوائل. راه هنا زدت واحد شويه ديال الماء. تقدروا تخلطوا حتى بالحليب. ونسيت راه ما ذكرتش خميره الحلويات، راه درت واحد نصف كيس، ودرت معاه واحد القطرات ديال الخل الابيض باش يتفاعل. صافي هنايا غادي ندهن المقله ديالي بزويته، دهنت يدي بزويته باش حتى هي تعاوني باش نشكل هاد الكرات. وغادي نمررهم في هاد الخليط. هنايا درت ديال الكينوا، حبوب الكينوا اولا سميد الكينوا مع الايلان، وواحد شويه ديال الشوفان اللي هو صحيح. وغادي نشكل كويره، وغادي نقرصها في المقله بحال هكذا. ملي كطيب من الجهه كنقلبها للجهه الثانيه حتى كتحمر. بطبيعه الحال العافيه تكون مهيله شي شويه، ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله بزاف، يعني شي شويه متوسطه. صافي هنا ملي كطيب لينا من جهه غنقلبها للجهه الثانيه ونخليها حتى تحمر. غنستمر بحال هكذا حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال العجين كامل، ونشوفوا الشكل ديالهم النهائي كيف كيجي. والحريشات ديالنا كيجيو على هذا الشكل، راه كيجيو لذاذ بزاف، ما تشبعوش منهم. بطبيعه الحال يمكن لكم تناولوهم بالجبن ولا بزويته والفريبيج، ولا حتى بالعسل، صالح الناس ديال الحميه او ديال مرض السكري بدون سكر يعني. فكيجيو لذاذ بزاف، ما تشبعوش منهم. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا اعجابكم وتاكلوهم بصحه وراحه.